طيب يا جدعان، نرجع بس كده بالذاكره كام يوم لماتش فرنسا واسبانيا. ان الماتش ده فيه لعيب كان اندر ريتد قوي. هو مع النادي بتاعه بيقدم مستوى مضحك وبشع وبيتصاب كل 3 دقايق. داني اولمو يا جماعه، كلمه السر في الماتش ده اقسم بالله العلي العظيم اللي اتفرج على الماتش كامل مكمل. كلمه السر، كلمه ربط الخطوط ببعضيها، كلمه يعني ايه افنش الباص من لمسه واحده، هو داني اولمو. داني اولمو يا جدعان كارثه حكايه. الماتش ده عامل يا نهار ابيض يا جدعان. ده مع برشلونه مفيش منه، مفيش، مش شغال معانا. يعني بيشتغل ماتش هو 10 لا او 20 لا. فداني اولمو جرافونتي يقدم مستوى ويطوره بالشكل ده في ماتش فرنسا بالذات، وانت بتلعب فريق اقوى سكواد في العالم. فداني اولمو يعمل كده فتحسب جرافونتي طبعا، تحسب له. فكره ان داني اولمو يا جماعه، انا لو انا سالت داني اولمو دلوقتي حالا هيقول لك ده اجمد ماتش قدمه في تاريخه. اولمو كان بيعمل كل حاجه، كان هجومي دفاعي، بيربط ما بين خط النص، بيمرر كتير قوي للوينجات وبيطلعهم. حتى في لقطه كده عمل وان تو مع لامين يامال، ولامين يامال قاطع اللي في العمق، قام مديله الباص بكعب رجله. والا بقى اللقطه بتاعت اوليسيه، يعني اللقطه دي ما شفتهاش الا في سيرجيو بوسكيتس، ما شفتهاش دلوقتي، ما فكرنيش بيها اقسم بالله الا داني اولمو. فبصراحه يا جدعان شابوه جدا لداني اولمو، من احسن الماتشات، مفيش ماتش يعني، من احسن ماتش شفته لداني اولمو في التاريخ. ولو سالته هيقول لك هو كده.